هاي يا بنات، هطلع لكم بنفس اللبس ما عدا الفستان. على ما خلصت الفيديو بتاع العروض بتاع جوميا ونون. كان ديرماكتيف عمل عروض على نون. فقلت اصور لكم على طول الفيديو عشان تلحقوا العروض يعني. عشان انا اصلا كنت جايبه حاجات في نفس العرض اللي زي دوت المره اللي فاتت. فقلت اوريها لكم واقول لكم على العرض بالمره. العرض اللي شغال اللي هو باي تو جيت وان على ديرماكتيف. والبرودكتس بتاعت ديرماكتيف زي ما قلت لكم في الفيديو اللي زمانه نزل. حلوه قوي 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 بجد، في حاجات انا مجرباها وتحفه. بصوا انا جايبه ايه منه. كنت بستخدم المرطب بس هو خلص، انا مش فاكره فين التيوب بتاعته عشان اوريها لكم والله. بس والمره اللي فاتت بقى جبت الاكتي ريبير اللي هو بصوا اللي هو الكريم ده، اللي هو السيكا كريم ده. بصوا مش عارفه هيبان ولا لا، بس اهو مش عارفه البتاع باين ولا لا. مش شايفه قوي، مش عارفه، بس اكيد هتشوفوه يعني هيبان لكم. هو ده. انا جبت اللي هي الكبيره المره دي، انا كنت جايبه قبل كده منه اللي هي الصغيره. بس المره دي جبت اللي هي الكبيره دي اهو. بص على نفسي فالكبيره دي اوفر من الصغيره. الصغيره ب 172 والكبيره دي ب 277. الصغيره دي 50 مللي والكبيره 200 مللي. انا اصلا كنت جايباها وكان تحفه جدا معايا. انا بستخدمه لجسمي وكده لما بعمل شيفنج، بتحسس من من الشيفنج او ايا كان يعني. فجبته لان هو بحس ان هو، عارفين لما تحطوه كده وتحس انه فيه هوا، يعني كأن الجلد سقع. انا بحس بكده لما بستخدمه، فبجد خطير. وكان المره اللي فاتت وكان من فتره طالع لي هنا كده، مش عارفه ابان ولا لا. كان طالع لي زي اللي هي الاكزيما الدهنيه دي، وانا مع اني بشرتي دهنيه جدا جدا جدا، وده المفروض للبشره الجافه يعني، بس هو بيشتغل لكله طالما في مشكله في حاجز البشره يعني. فاستخدمته وبجد الحمد لله حل لي الموضوع بنسبه كبيره يعني. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه انا جبت الشامبو ده في العرض برضو. ده شامبو للقشره، وفي نفس الوقت ما فيهوش سلفات يعني يومي. انتوا مستوعبين الفكره دي؟ يعني هو مكتوب عليه اهو سلفات فري suitable for everyday use يعني. فلا بجد خطير يعني. فكره اصلا ان انا استخدم شامبو القشره، انا في الطبيعه اصلا دلوقتي الحمد لله كنت يعني معالجه القشره، فعايزه حاجه تبقى وقايه. فاشتريت ده لان انا برضو كنت عايزه اجيب ساعتها شامبو من غير سلفات عشان استخدمه على طول. فلقيت اللي هو 2 في 1، فقمت شاريه على طول. بص انا استخدمته حوالي 3 او 4 مرات، فما اعرفش اذا هو احلى حاجه او لا. بس هو عامه اي حاجه ما فيهاش سلفات هي طبيعي انها مش بتبقى بتنظف فروه الراس اكتر حاجه يعني. المفروض كل اسبوعين بنستخدم شامبو مثلا فيه سلفات، او كل اسبوع علشان الشعر ينضف يعني من اي تراكمات زيوت او حاجه. بس دوت للاستخدام اليومي هيبقى حلو قوي بما اننا في الصيف طبعا وبنغسل شعرنا كل يوم يعني. تالت حاجه عشان هو باي تو جيت وان، فانا ساعتها جبته. فجبت ده اهو، مش عارفه باين ولا لا. باين ولا ايه؟ مش عارفه، مش بيعمل فوكس ليه؟ معلش انا اسفه. آه، ده ليب بالم اهو. بيتهيألي باين اكتر دلوقتي. ده ليب بالم بجد خطير، ما بيلزقش في بق في بعض كده. وبحطه قبل النوم وبصحى يعني هو بيبقى المفروض انه راح، بس بحس انه كانه لسه على شفايفي يعني. بحط ايدي ما بلاقيش حاجه، بس هو بيبقى مرطب حلو قوي. فده عجبني برضو جدا. ومن نفس اللاين اللي هو الاكتي ريبير دوت اللي هو المفروض بالسيرامايدز او السيكا او الحاجات دي. فحلو قوي، انا جربته اول مره كنت اجربه يعني. بس دي التلات حاجات اللي انا جبتهم المره دي. جبت حاجات قبل كده يعني كذا مره، بس هو ده العرض اللي شغال فالحقوه. والحاجات دي حلوه جدا لو عايزين تجيبوها، اللي هو السيكا كريم بتاعه برضو كده. فانا قلت الحقكم يعني علشان تلحقوا العرض، لانه انتوا ممكن تخشوا فجاه تلاقوا العرض خلص يعني. انا ممكن ابقى مثلا بكلمكم دلوقتي وعلى بالليل او مثلا بكره الصبح تلاقوا العرض مش موجود. فقلت الحقكم يعني، معلش رغي كتير قوي. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي. كنت هنسى صحيح، هسيب لكم اللينكات بتاعت الحاجات دي في الديسكريبشن بوكس عشان لو عايزين تدخلوا على طول على المنتج. و او ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب برضه. واشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.